أي على سلامتكم الناس الكل. البارح نسيت حاجة مهمة برشا باش نقول لكم عليها بالمناسبة متاع 9 أفريل. 9 أفريل لو كان ما جاش عيد للشهداء راهو عيد آخر للمرأة التونسية. المرأة التونسية علاش؟ في 8 و9 أفريل عام 1938 أول مرة تخرج المرأة التونسية بالأعداد الكبيرة هذيك الكل وتعبر على رأيها السياسي وموقفها من الاستعمار وتناضل بشراسة أمام البوليس الفرنساوي، وهذا موجود يعني في شهادة المؤرخين والناس اللي حاضرين ووثائق البوليس الفرنساوي. أعداد كبيرة منهن خرجوا ودخلوا في صدام ضد الجدرمية والبوليس الفرنساوي والصباحية متاعهم، وتعنفوا وتضربوا وتم إيقافهن. عدا وراو برشا شهامة وبرشا شجاعة وبرشا مروءة وبرشا رجولية. تقول انت زلة لسان رجولية؟ لا لا، رجولية هو رد على سقط المتاع اللي سب في نساء توانسة في التعليقات، والبعض منهن يعني عبروا على انزعاجهن. نقول لهم إذا كان عندكم شهامة وعندكم مروءة وعندكم شوية صدق فاعترفوا لنساء توانسة، بداية من أمك حتى كشل سعاد النيفر وبشيرة بن مراد حتى المية الجريبي، والدور اللي عملوه نساء توانسة من أجل انعتاق تونس ومن أجل أنهم يربيوك ويردوك إنسان. هذه هي الشهامة وهذه هي المروءة. أما إذا تعتبر التفوق متاعك هو عن طريق امتلاكك، سامحوني في الكلمة لهك القضيب، فأنت ماكش في منافسة هنا مع المرأة التونسية ولا مع البنادمية بصفة عامة. أنت في منافسة فقط مع الحمير والبغال. طبعا المنافسة هذه باش تخسر فيها. عدا إذا كان عندك شوية شهامة وشوية رجولة وشوية مروءة، اخرج غدوة وطالب بتحرير بلادك من الاستبداد، وطالب بتحرير الناس اللي في السجون ظلما، اللي خرجوا نساء توانسة عام 38 باش يطالبوا مع البرلمان التونسي بإطلاق سراح زعيم الشباب علي البلهوان والحبيب ثامر وبقية المعتقلين. هيا ورينا هالرجولية متاعك غدوة كما الرجولية والشهامة والمروءة متاع التونسيات.